أيها العدل فاحكم بعدلك عدلك، جميع الملأ راضية. نزاع حدث بين علم وجهل، فكل يقول للسارية. أنا الجهل ست البلاد قديما، وللآن ما زلت في ناحية، فبأسي شديد وعزمي حديد، فخلفت جل القرى خاوية. أنا العلم نورا لمن نالني، وعز وفخر لطلابي، أقود الجميع إلى كل خير، وأنت تقود إلى الهاوية. أتنسى السلاح وتنسى الحروب بأسباب من أيها الداهية، وتفخر أنك خير الجميع وأنت لهم علة خالية. خسئت فإني لهم كل خير، وهذه نتائج أقوالي، فمني الطبيب ومني المهندس ومني المدرس من ناحية. زمان الجهالة ولى وراح، فليس لك اليوم من باقية، فعصرك هدم وعصر بناء، وبما الفخر يا أيها الطاغية. القضية الأولى العلم والجهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الجهل، لماذا لم تلقي السلام كما فعل صاحبك العلم؟ هو ليس صاحبي، بل هو عدو لدود منذ القدام. صدقت أيها العلم. لماذا لم تلقي التحية؟ وكيف سيلقي التحية وهي عنوان السلام وهو عدو السلام؟ هذا الجهل لا يأتي منه إلا المصائب. اجلسا. لماذا لم تجلس أيها العلم؟ لن أجلس بجانبه. في مجلس القضاء يجلس الخصم بجانب خصمه. نحن لسنا سواء، فأنا باني الأرض وهو هادمها. وأنا لم أقل أنكما سواء. فلماذا تريد مني يا حضرة القاضي أن أجلس بجانبه؟ لأنه خصمك، والخصم يجلس بجانب خصمه وإن لم يكونا متساويين. حسنا يا حضرة القاضي. ما هي دعواك أيها الجهل؟ ليس لدي دعوى، أنا أدافع عن نفسي. أنا الذي رفعت الدعوى. وهل لديكما محاميان أم أنصب لكما من المحكمة؟ لا أحتاج إلى محام، فالحق لي وحجتي قوية. وأنت أيها الجهل، لقد رفض المحامون كلهم أن يدافعوا عني، ولن يقبل أحد أن يدافع عنك إلا الشيطان. هدوء. هل تريد أيها الجهل أن أنصب لك محاميا؟ نعم يا حضرة القاضي. هل يوجد لدينا في القاعة محامون؟ أنا يا حضرة القاضي. وهل تقبل أن تكون محاميا للجهل؟ لن أحرق سمعتي الطيبة بدفاعي عن الجهل. كما تشاء. هل يوجد لدينا محام آخر؟ أنا يا حضرة القاضي. وهل تقبل أن تكون محاميا للجهل؟ كيف أدافع عنه وهو سبب الجرائم كلها؟ أيها الكاتب، اخرج فابحث عن محام في أورقة المحكمة كلها. هل لديك شهود أيها العلم؟ ما أكثر شهودي، ولكنني سأكتفي بالقليل منهم. فليدخل شهود العلم. الشاهد الأول، عرف عن نفسك وأدل بشهادتك. أنا الحرية. يا حضرة القاضي، أنت تعلم أنه لولا العلم ما وجدت الحرية، من تعلم عرف أنه حر ولا يمكن أن يسمح لأحد أن يستعبده. كل المحامين يرفضون أن يدافعوا عن الجهل يا حضرة القاضي. ارجع إلى مكانك إذن. لا أحد يريد أن يدافع عنك أيها الجهل، فدافع عن نفسك. اكتب شهادة الحرية أيها الكاتب. أعد ما قلته مرة أخرى. أنا الحرية. يا حضرة القاضي، أنت تعلم أنه لولا العلم ما وجدت الحرية، من تعلم عرف أنه حر ولا يمكن أن يسمح لأحد أن يستعبده. الشاهد الثاني، عرف عن نفسك وأدل بشهادتك. أنا الكرامة. يا حضرة القاضي، الجهل يجعل الإنسان يفقد قيمته، فلا يعرف قدره، فيعيش مهانا، ولولا العلم ما كان للإنسان كرامة. الشاهد الثالث، عرف عن نفسك وأدل بشهادتك. أنا المساواة. يا حضرة القاضي، الجهل يجعل الإنسان يرى نفسه فوق الناس فيتكبر عليهم، والعلم يرتقي بالإنسان فيرى الناس كلهم سواء. الشاهد الرابع، عرف عن نفسك وأدل بشهادتك. أنا النهضة. يا حضرة القاضي، إن سبب تخلف الأمم هو الجهل، ولا يمكن أن تنهض أمة جاهلة، ولولا العلم ما نهضت الأمم.
هؤلاء بعض شهودك أيها العلم، فهل تكتفي بهم أم لديك شهود آخرون؟ أجل يا سيادة القاضي، لدي شهود آخرون. فليدخل من تبقى من شهود العلم. يا حضرة القاضي، لقد شهدت لي بعض القيم النبيلة، وهي الحرية والكرامة والمساواة والنهضة، والآن سيكون شهودي من الناس. تكلم أيها المعلم. أيها القاضي، لولا العلم ما صرت معلما، وقد كنت تلميذا فأنار العلم عقلي وقلبي، ثم صرت معلما أعلم الناس، ولولا العلم ما تعلمت وما علمت. تكلم أيها الطبيب. لن أطيل يا سيادة القاضي، ولكن يكفي أن أقول لولا العلم الذي هو من الله لفتكت الأمراض بالبشرية، فأنا بسبب العلم أحمي البشرية. تكلم أيها المهندس. إن الهندسة هي أهم أسباب التطور والنهضة والبناء في الأرض، ولولا العلم ما كان هذا التطور والنهضة والبناء، ولولا العلم ما كان المهندس الذي فعل ذلك كله. أيها العلم، لقد استمعت إلى شهودك الذين أحضرتهم، فهل بقي أحد هنا لم يشهد لك؟ أجل يا حضرة القاضي. من هو؟ أنت يا حضرة القاضي. أنا؟ نعم يا حضرة القاضي. وكيف أشهد لك وأنا القاضي ولا يحق لي أن أكون شاهدا مع أحد المتخاصمين؟ إذا لم تشهد لي بلسانك فإنك تشهد لي بلسان حالك. وكيف ذلك؟ لولاي بفضل الله ما درست القضاء حتى صرت قاضيا تقضي بين الناس، ولولاي ما كانت لك هذه المكانة العظيمة. صدقت أيها العلم، لولاك بفضل الله ما كنت قاضيا، وما كانت لي هذه المكانة العظيمة، وها أنا ذا أقف محبة وتقديرا وإجلالا لك. شكرا لك أيها القاضي على تقديرك العظيم لي. أين شهودك أيها الجاه؟ لقد جاء بعضهم وينتظرون السماح لهم بالدخول يا سيادة القاضي. فليدخل شهود الجاه. الشاهد الأول، عرف عن نفسك وهات لي بشهادتك. عن الغرور. يا حضرة القاضي، الجهل يجعل الإنسان مغرورا بنفسه، لا يسمع أحدا ولا يهتم لرأي أحد. الشاهد الثاني، عرف عن نفسك وهات لي بشهادتك. أنا التكبر. الجاهل يرى نفسه فوق الناس فيتكبر عليهم، والتكبر يدفع الإنسان إلى الظلم، وهذا كله بسبب الجهل. الشاهد الثالث، عرف عن نفسك وهات لي بشهادتك. الجهل أوجدني أنا العنصرية، أفرق بين الشعوب وأمزق النسيج الاجتماعي، وأنا سبب اشتعال الحروب. الشاهد الأخير، عرف عن نفسك وهات لي بشهادتك. أنا التخلف. يا حضرة القاضي، الجهل يقتل العقول، وإذا قتلت العقول فإن الإنسان يصبح مجرد جسدا لا يعرف ما يفعل، فلا يفكر التفكير السليم، وهكذا يصبح المجتمع متخلفا إذا تحكم به الجهل. يا سيادة القاضي، هناك الكثير من الشهود، وأنت لم تسمع إلا 4 منهم. لا شك أن لديك الكثير من الشهود الذين يشهدون على جرائمك الكبيرة، وإني لأعجب من وقاحتك. كيف تفتخر أن لديك شهودا لا يشهدون لك، بل عليك أنك مجرم كبير. ومن قال لك أنهم يشهدون علي؟ بل هم شهود لي. كيف يكون الغرور والكبر والعنصرية والتخلف شهودا لك، وأسماؤهم وحدها تدعو إلى الاشمئزاز والتقزز؟ أنت أيها العلم تشمئز وتتقزز منها، أما أنا أفتخر بها لأنها من نتائجي. الغرور والكبر والعنصرية والتخلف صفات سيئة تدمر البشرية، فكيف تفتخر بهذه الصفات المدمرة؟ وكيف لا أفتخر بها، وغايتي هي أصلا تدمير البشرية. لا عجب أن تسعى إلى تدمير البشرية، فأنت سلاح الشيطان لتدميرها. نعم، أنا سلاح الشيطان الذي يضرب به السلام والأمانة والتقدم والمحبة والإنسانية. ولماذا تفعل ذلك؟ لأني أكره السلام والأمان والتقدم والمحبة والإنسانية، وأنا أحبها ولن أسمح لك بتدميرها. سأدمرها، فأنا أقوى منك. لست أقوى مني،
بل أنا الأقوى وأنت ضعيف جدا، ولكن الجاهلين جعلوك قويا، لولاهم ما عشت في الأرض حتى يوما واحدا. نعم، هؤلاء هم أنصاري وهم جنودي وهم سر قوتي. أرأيت يا حضرة القاضي كيف اعترف الجهل بجرائمه؟ بل أرأيت كيف يفتخر بها؟ نعم، رأيت وسمعت، وقد أقر الجهل على نفسه فوجبت عليه العقوبة. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. ألا أيها العدل فاحكم بعدلك عدلك، جميع الملأ راضية. نزاع حدث بين علم وجهل فكل يقول للسارية. أنا الجهل ست البلاد قديما، وللآن ما زلت في ناحية، فبأسي شديد وعزمي حديد، فخلفت جل القرى خاوية. أنا العلم نورا لمن نالني، وعز وفخر لطلابي، أقود الجميع إلى كل خير وأنت تقود إلى الهاوية. أتنسى السلاح وتنسى الحروب بأسباب من أيها الداهية، وتفخر أنك خير الجميع وأنت لهم علة خالية. خسئت فإني لهم كل خير، وهذه نتائج أقوالي، فمني الطبيب ومني المهندس ومني المدرس من ناحية. زمان الجهالة ولى وراح، فليس لك اليوم من باقية، فعصرك هدم وعصر بناء، وبما الفخر يا أيها الطاغية. حكمت على الجهل للعلم فوزا، وقد كان بالضربة القاضية، فبالعلم زار الرجال الفضاء، وبالعلم كل الدول راقية، بفضل العلوم هزمنا الصعاب، وكان لنا النصر والعالية. حكمت المحكمة على الجهل بالسجن المؤبد. وهل تظنون أنكم قادرون أن تسجنوني ما دام أن في الأرض جهلاء كثيرين؟ فلم تستطيعون أن تسجنوني، وسوف أستمر في تدمير البشرية، ولن أتوقف إلا إذا صار العلم الحاكم الوحيد في الأرض. كونوا معي لكي نقضي على الجهل قضاء تاما، فإذا قضينا عليه ساد الخير في الأرض كلها.